بيلاقي نفسه قدام رجالة ليفيك، وبتفهمهم سيد ان كول هو رجل الضرايب الحقيقي وهو الوحيد اللي معاه الشفرة، لكن مش هيتكلم ولا هيغيب عن عينيها لحد ما تاخد فلوسها. وطبعا دي بتكون خطة منها علشان تقدر تاخد منهم الشنطة. وبيركبوا الطيارة وافراد العصابة بيفتشوا تليفون كول وبيشوفوا صورته هو وسيد، وبيعرفوا ان سيد كدبت عليهم وكول مش هو رجل الضرايب الحقيقي. وبيسألوهم فين الشفرة والا هنقتلكم انتوا الاتنين دلوقتي. بتقول لهم الشفرة موجودة معايا، وبتديهم الشفرات الكهربائية اللي اخدتها من الصياد بعد ما مات. واول ما بيمسكها مساعد ليفيك بتلف الخاتم وبتكهربه، واوبس مرة واحدة بيبدأ بينهم الاكشن. بس واحد فيهم بيقدر يضرب سيد بالسكينة ببطنها، الهي تتشل ايدك. فبتقول له كول ياخد الشنطة ويهرب بسرعة، لكن كول بيلبس المظلة وبياخدها هي والشنطة وبيهربوا من الطيارة على طول. وبعد 6 ساعات على جزيرة وسط البحر بتفوق وبتلاقي كول جنبها وعالج جرحها، وبتفرح قوي لما بتشوف الشنطة لسه